لك 40 نقله رمل هنا. وماله بس الجرارات دي عطيبه. عطيبه ليه؟ يا عم هم 3 جرارات، ما تخليهم يرى ال5 حتى عشان نخلصوا. ما تقلقش، طول ما فلوسي بجيبي انا ما يهمنيش، انا نجيب لك 10. وماله؟ اهو واحنا انا خبر ده انت الحاج بسيوني هنعمل لك ملعب هنا، ملعب ليلي. وماله؟ تلعب فيه براحتك. بس عايز نزرع على انجيلي. انجيلي؟ انجيلي يا اخوي. حاج بسيوني. خير يا رجال. وعليكم السلام ورحمه الله. لا ما فيش سلام يا حاج بسيوني. خبر ايه يا عبد العال فيه ايه؟ هنقول لك فين، ما تشغل فيها يا حاج بسيوني؟ لا مش عارف والله. لا والله، والفلوس اللي عندك يا حاج بسيوني. هو انا معايا منين واحنا وقت حصيدي؟ حصيدي ده يا حاج بسيوني، صلى على النبي. طب انا بتنزل الرمل دي ازاي؟ طب ما انا كمان عايز نجيب رمل الارض اللي مشنقظه دي. هو انت هتعمل ارضك زي ارضي؟ طب ما انت بتجيب فلوس الرمل دي منين يا حاج بسيوني؟ والله كنت محوش قرشين وقلت اجيب بهم رمل. طب ما تدوم ليش ليه يا حاج بسيوني؟ مش علينا عندك فلوس؟ على الحصيله ان شاء الله. على الحصيده؟ ما فيش يا عبد فلوس العال خالص. عشان نبقى نجيب اخر مع الراجل دي. نقول لك ايه يا حاج بسيون؟ قول يا اخوي. انا لحد دلوقتي ماشي في الطريق العيدي وشكيت منك ان طوب الارض، لما طوب الارض الاخر زهق منك. انت رات بتنزل رمله اهو، وانا عايز انزل في ارض رمله انا راخر عشان نبقى زي جيراني. انت هتديني فلوسي ولا مش مديهم لي؟ كلام من الاخر. كلام من الاخر متواصل. مش بدهم لكم. انا راجل ضلال. اخر كلام يا حاج بسيوني. انا غلطان لك. يلا يا اخويا اتكل على الله. شفت المعامله هلا؟ ما رضاش نديهم فلوس وباس على دماغي كمان. وماله لازم نبلطجوا عليهم، احنا هنقعد له ننصدوها. اقعد بقى هنا للجرارات اللي يجي خليه يفضي وانا مروح الدار، ماشي؟ وماله انا قاعد لهم اهو. ايوه بقول لك ايه؟ اتفضل. انت بتنزل رمل عند الحاج بسيون صح؟ صحيح. انا اخوك الكلمه. وبقول لك نازل في الارض الغربيه اللي هناك واحنا نستنوك عندها. يعني الحاج بسيوني عايز ينزل في الارض الغربيه؟ واحنا نستنوك هناك. ايه رايك انت؟ يا عم هننزله عند الحاج بسيوني ما كله بثمنه. الجر الملا هنا وما حدش هينفع بقى الياس. قلت هروح نزور الملا برضه. انت كل حساب على بعضه منه. اتكل على الله. اهو كده بقى يا عبد العال ينزل هناك ويجي حاسب الحاج بسيوني كمان عشان ما يدينا فلوسنا. يلا بينا. والله العظيم يا رب، بقالي 3 ساعات قاعد هنا مش لاقي حاجة. كانوا بيجوا على طول كده، ما عادش نافع. انا راح لابوي. يابا يابا انت حطيت نومه وانا قاعد هناك كل شويه احترم. الجرارات ما عادش جو. انا قلت لك الجرارات ديت عطيبه ما عادش جو. مفيش ولا جرار يتكلم عني. ولا جرار ولا دبان. ازاي يا ابني؟ مع اني بنحاسبهم نقله بنادي. يا راجل كانوا بيجوا على طول، قعدت يمكن 4 ساعات هناك ما عادش يشوف. لا كده فيه كده فيه اكيد حد خدهم راحوا يقلبوا عنده، ولا اكيد استشفوا الفلوس. لا اتهيألي يكون اللغة عطل ولا حاجة. طب والعامل؟ والعمل تشوف لنا ناس تانية اللي دي تتنقل العالم تعطل منهم ولا حاجة، ولا جرار باظت ما عادش حرنوا عليني. انت تشوف جرار تاني ولغة تاني، جيبوا لنا لغة تاني. ده انا بجد فيا ولا ايه؟ طب والله العظيم لا ندغدغ. كده مالك يا حاج بسيوني؟ نزعج بقالي ساعة عند الراجل ما حدش رد عليا. تعالى يا اخويا خير، وبعدين انا فين النجاري ما جبتش ليه؟ طول العصرية عمال نحول عندك يا حاج بسيوني، مش كده يا راي؟ ما هو جيب اهو، امال انت نايم مش واخد بالك؟ والله ما حد حاجة يا بالجور. ابني بيكذب. عيب يا حاج بسيوني، وانا راح هنكدب عليك وانا صغير يا راي. امال ايه؟ انا بنجري في ارضك يا حاج بسيوني اللي فزعوا عبد العال قالوا لي عليه. فزعوا عبد العال؟ ارض ايه؟ لا ما عنديش ارض غير دي. لا ده عبد العال ده يا حاج بسيوني اللي فوق العزبة. يا نهار اسود،
ده أرضهم. ده أرضهم. والله انا ماليش دعوه بقى، ارضهم مش ارضهم، انا ليا 5000 جنيه على اخوتهم هم ماشي. كم؟ 5000 جنيه. هم كمان نزلوا رمل ب 5000 جنيه. والله انا ما نعرفش حاجه يا حاج بسون، هم قالوا لي الحاج بسون اللي بعتني. الحاج بسيون اللي بعتني؟ والجرارات كلها انا جايبها في رقبتي. رقبتك 3 بالله العظيم ما انا بديك ولا جيني. يعني يرضاك تدفع الفلوس دي من جيبي يا حاج بسوني؟ وانت بتنزل من غير ما نقول لك انا شخصيا ليه؟ ايه؟ سكت دلوقتي. بس انا هقول لك حاجه. انت تيجي معايا ونروحوا نضربوهم ونجيبوا لك الفلوس. يعني يا حاج بسوني مفيش حل غير الضرب؟ مفيش حل غير الضرب. واحنا مالنا، واحنا قلنا له قليب. لا عشان نزلوا باسمي يا ابني، وانت عارف اسمي وسمعتي سادة في البلد، فبلاش تسود اكتر من كده. ما تعمل لنا يا حاج بسوني بقى، عشان انا عايز حد ويستعود الجرارات على يضربوني النهارده والنبي. يضربوك. يلا بينا. يلا بينا. شفت يا غشيم؟ والله يا عبد العال ده انت دماغك دي زري. احنا مش لنا 4000 عنده، نزلنا ب 5000. ماشي، ما هم كسبوا يا عبد العال. امال ايه؟ والله نلتشتوا خازوقاني يكيفوا. اسكت، ده خازوقهم شيء. اسكت بس شويه الرمل دول ما لهمش قدره. ايوه يا راجل، ده البطاطا، ده الارض تبقى تجيب بطاطا زر بزر. وش امال ايه؟ وده انا كنت بنخبط فيها الفاس كانت بترد علي. خد في علمك الحاج بسيوني هينحرق دماته بسبب الموضوع ده. حرق وانا حرقه. اسكت ده انا هخليه واهوش عشان انا رحت له بالقلم قلت له هات فلوسي ما رضاش يديني فلوسي. زمان بتوع الجرارات دلوقتي رايحين يحاسبوه. اسكت خليهم يأدبوه. هو مش حقني ولا لا؟ يا نصابين! يلا انا عيل عشان تضحكوا عليا؟ لا مش عايز. راحه بس بالراحه. ايه يا جماعه في ايه؟ ونزل ايدك كده تكلمك يا عبد العال. كلمك زي ما انا عايز نكلمك. لا كده يا عم، احترم نفسك. انتوا بقى ازاي تضحكوا على الراجل ده وتنزلوا رمل عندكم باسمي؟ انا شغال عند الحاج بسيوني. انت ما تكلمش خالص يا ابني. انت ليك قد ايه لينا قد ايه عندك يا حاج بسيوني؟ لكم 4000 جنيه واحنا نزلنا ب 5000 جنيه. طب تنزل ب 5000 جنيه ليه؟ اديني، هي مش فلوس بتاعتنا بتكسب. تكسب؟ ايوه. يعني انتوا تستغلوا خايب صح يا عم كده. بتزقوني كمان. كان عايز نضربك بالبلغه كمان. كمان. ايوه انت جاي لعبك. طب انا جنب ايه؟ مش انت اللي جاي معاك. انا بس هنتفاهموا بس. انا مش عايز فلوس. انا خد 5000. طب استنى بقى. طب استنى طبعا اضربك شويه. طب استنى هنضربك شويه. واستنونا بالجديد بسيوني همام زقلة وفزاع، احنا اساس الابداع ومعانا عبد العال يا ابني احنا اساس الضحك.